السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الرقاق الطري. شايفين الطري كده من غير اللحمة، اللي هو بالسمنة البلدي، بس تحفة، يا ريت تجربوه. تعالوا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول عايزين ايه. احنا عايزين بس شوربة وسمنة بلدي بس، ادي اللي انا عايزاه، او تكون شوربة بط، شوربة حاجة تقيلة يعني كده. زي ما انتم شايفين انا جبت طبعا صينيه ودهنتها بالزبده البلدي او السمنه البلدي ديت اللي شايفين. جبت كمان صينيه حطيت فيها شوربه، انا عندي شوربه بط، فهي بتبقى حلوه جدا للرقاق. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده هنجيب الرقاق الطري، بس هسقطه كده بس في شوربه البط، وهطلعه تاني كده، اقلبه كده الناحيه التانية برضو كده زي ما انتم شايفين، وهفرده في الصينيه اللي انا دهنتها بالسمنه او الزبده كده بالشكل ده. الزياده هنخليها لفوق، لكن اول رق هنخليها لتحت عشان الصينيه تبقى شكلها حلو كده. دلوقتي برضو هرش عليها زبده زي ما انتم شايفين كده. حط تاني. هي الوصفه كلها معتمده على السمنه البلدي على فكره، دي وصفه يعني من الزمن الجميل زي ما بيقولوا، من زمان يعني معرفاني ماما الله يرحمها وتيتا وكده، يعني دول اللي هيعرفوا الاكله دي كده. تاني رق زي ما انتم شايفين. هعمل بقى كل الكميه برضو، هرش فوق برضو سمنه كده زي ما احنا شايفين برضو كده، او ادهنها براحتكم. تاني كده، ده انا حبيت اعمل معاكم اخر رق كده زي ما انتم شايفين. برضو هحطها من جنب، وبعد كده هحطها من الجنب التاني انتم شايفين كده، وبعد كده بقى هحطها في الصينيه التانية زي ما انتم شايفين. انا ظبطت كده يعني اول رق كده عشان تبقى الصينيه شكلها لطيف كده وجميله يعني. دلوقتي كده برضو زي ما قلنا هرشها برضو بالسمنه البلدي او الزبده البلدي كده. بجيبها بصراحه زبده بلدي واسيحها في البيت، فبتبقى حلوه جدا وطعمها تحفه كده. بعد ما خلصنا كده نقسم الصينيه كده وكده، يعني 4 كده. بسم الله كده زي ما انتم شايفين بقى، المستطاع كده بالراحه عشان هي برضو طريه كده. زي ما انتم شايفين قطعناها كده 4. دلوقتي هندخلها الفرن على 160 درجه نص ساعه ل5 دقايق، وبرضو نبص عليها عشان لو الفرن هيكون سخنه قوي فممكن تلت ساعه بالظبط يعني. بس وبالهنا والشفا كده. صينيه الرقاق بعد ما خلصت، بصوا بالهنا والشفا، بصوا رقاق ورقاق يعني بجد طريه وفي نفس الوقت حلوه جدا. بصوا كده رقاق ورقاق وطريه زي ما انتم شايفين كده. بالهنا والشفا، يا ريت تجربوها. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.